أونجي توري أندواينيرا كيشو مرحبا. نريد أن نرحب بكم في أندواين. بما أنكم قدمتم مؤخرا إلى أندواين، نريد أن نقدم لكم المرافق الأساسية التي ستساعدكم على إجراء المعاملات اللازمة للإقامة في أندواين. تابعونا. الخطوة الأساسية الأولى للاستقرار في أندواين هي البحث عن المسكن والتسجيل في سجل السكنة بالبلدية الذي يسمى إمباتونامينتو، لأن شهادة السكنة أي سيرتيفيكاو دي باتونامينتو هي ضرورية لجميع المعاملات الإدارية التي تقومون بها مستقبلا. لهذا عليكم أن تذهبوا إلى البلدية المتواجدة بساحة غويغو بلاسا بدون رقم وملء الاستمارة التي سيطلبونها منكم. بعدها تأتي الخطوة الثانية وهي طلب بطاقة الصحة التي هي في حالة المرض يتم معالجتكم مجانا. لكي تقوم بهذه الخطوة من الضروري الذهاب إلى المستوصف المتواجد بشارع ريكارغوا ديغي كاليا والاستفسار في شباك الاستعلامات عن الوثائق الضرورية للحصول على البطاقة الصحية. إذا كان عندكم أطفال في سن التمدرس عليكم أن تقوموا بالخطوة الثالثة وهي تسجيلهم بالمدرسة بأندواين. بكل التراب الإسباني التمدرس هو إلزامي ومجاني لجميع الأطفال حتى سن 16. في أندواين بإمكانكم الاختيار بين 3 مدارس: مدرسة لاسايي المتواجدة بشارع لاسايي والأطفال بإمكانهم الدراسة هناك حتى سن 16 سنة. مدرسة أيتاميندي المتواجدة بشارع تشتوكي، ففي هذه المدرسة بإمكان أطفالكم الدراسة حتى السن 18. وأخيرا مدرسة أنداريتا، في هذه المدرسة بإمكان أطفالكم الدراسة حتى السن 12. في جميع هذه المدارس سيتمكن أطفالكم من دراسة اللغة الباسكية وهي اللغة المحلية لبلاد الباسك إلى جانب الإسبانية. وفي كل مؤسسة سيقولون لكم ما هي الوثائق المطلوبة لتسجيل أطفالكم. هناك مرافق مهمة أخرى التي في مصلحتكم التعرف عليها والتي سنطلعكم عليها بعد قليل. تابعونا. مصلحة الشؤون الاجتماعية. مصلحة الشؤون الاجتماعية في أندواين هي خدمة عمومية مجانية والتي تقدم لكم خدمات مختلفة لأشخاص الذين قد يكون في حالة اجتماعية هشة. هذه المصلحة تتواجد في شارع بيو باروخا الطابق الأول. لكي يتم استقبالكم في المصلحة من الضروري طلب ميعاد مع المصلحة الاجتماعية عبر الهاتف أو مباشرة في عين المكان. في أندواين تستعمل لغتين رسميتين وهما اللغة الإسبانية واللغة الباسكية، ولكن في الحقيقة أندواين لغتها الباسكية هي لغة الأفراد المزدادين هنا، هي لغتهم الأم وثقافتهم الرسمية. هؤلاء الأفراد يقدرون أكثر الأشخاص الوافدين من الدول الأخرى للعيش بأندواين والذين يتعلمون الباسكية ويتحدثون بها. في أندواين تستعمل لغتين رسميتين هما الإسبانية والباسكية، ولكن اللغة الباسكية في أندواين هي لغة الأم للأفراد المزدادين هنا وتمثل ثقافتهم الرسمية. هؤلاء الأفراد يقدرون أكثر الأشخاص الوافدين من الدول الأخرى للعيش بأندواين الذين يتعلمون الباسكية ويتحدثون بها. التمكن من اللغة الباسكية هو مفتاح الحصول على الوظيفة في بلاد الباسك، لهذا مهم جدا تعلمها ولو قليلا وحث أطفالكم على تعلمها وتمكن من إتقانها. لتحقيق ذلك يوجد دورات تكوينية في اللغة الباسكية تقدمها مدرسة الباسكية وشكالتيغي. ستجدون المعلومات الكافية في مركز أيكا في أندواين المتواجد بشارع بلاوثولا رقم 2. إيبا هو مركز تعليم البالغين، تنتمي للتعليم العمومي في أندواين. هو مركز تستطيعون تعليم اللغة الإسبانية والباسكية والتعليم الأساسي، ويتواجد بداخل مدرسة أنداريتا. نرجو أن نكون بهذا الشريط قد حققنا لكم الاستفسارات والمعلومات الكافية للاستقرار في أندواين. أمنيتنا هي أن تشعرون بالارتياح هنا وأن نستطيع معا الوافدين والسكان الأصليين الذين يعيشون في أندواين نجعل منها مدينة مريحة مليئة بالفرص وهدفها التعايش المحترم بين سكانها. مرحبا بكم في أندواين.